شفت البنت اللي كانت قلبة السوشيال ميديا اليومين اللي فاتوا دول اللي كانت بترقص؟ طب شفت الحاج اللي بيطلع يقول لك غدانا يا اخواتي بعد الشغل مكرونه وفراخ؟ فقير. ايه المشترك ما بينهم؟ الناس اللي بتتابعهم اللي هو حضرتك تدخل على صفحه اي حد منهم بتلاقي عنده مليون متابع. لو سالت اي حد من المليون متابع دول انت متابعهم ليه، اقول لك معرفش، هم مش عاجبيني، بس انا بتريق عليهم، احفل عليهم انا واصحابي. ايوه، ما احنا بنتريق عليهم بس في نفس الوقت بنحللهم الريتش. يعني واحد يشوف الفيديو يقوم بعته لواحد صاحبه فيقعدوا هما الاتنين يتريقوا، فيقوم هو داخل عامل لايك، يقوم ده داخل عامل كومنت، يقوم الريتش ايه يفضل يعلى ويعلى ويعلى. وبعد فتره تلاقي الناس اللي احنا كنا بنتريق عليها ماسكين فلوس راكبين عربيات، فاحنا بقى نقعد نلطم: انا مهندس، انا محاسب، انا خريج كليه معرفش ايه، انا باخد 5000 جنيه، واللي بيعمل المحتوى التافه ده بيقبض فلوس زي الرز. ايوه، مين اللي كبره؟ مش انت اللي قعدت تعمل له لايك؟ انت اللي عملت له شير؟ مش انت اللي قعدت تدوس على الفيديو وتخش عليه وتقول بس انا هبص اشوف هو بيعمل ايه بيقول ايه؟ انت فاكر كده ان انت كنت بتحفل عليه بس طلعت بتروق عليه؟ طب لو احنا عايزين نوقف المحتوى التافه اللي بيضيعنا ده نعمل ايه؟ ما تعبروش. لايك لا، شير لا، كومنت لا، ولا كأنه موجود. واحده واحده الخوارزميات مش هتعبره برضه، فمش هينتشر. حتى البني ادم اللي بيعمل محتوى التافه ده هيحبط وهيتضايق. بنت اولا، وما نرجعش نقول فين المحتوى الهادف. محتوى الهادف ابقى قاعد في البيت بيقشر بصل بسببك. احنا اللي بنحط التفهين فوق وبعدين نسأل نفسنا هو احنا ليه تحت.